يقدم لكم برنامج يفتح يرزاق من طرف مؤسسة التوفيق للقروض الصغرى بشراكة مع سيلاتك. يفتح يا رزاق يا مسهل الأرزاق، افتح يا ربي على الشباب وحل عليهم جميع الأبواب بالرزق والبركة، دور النعورة والحركة، وكل واحد يأسس مقاولته ويدير العز لصنعته. إيوا يا ربي سهل على كل شاب وشابة مغربية يديروا مقاولتهم ويحققوا الاستقلالية المالية. وما تنساوش أي سؤال في بالكم كيدور غادي تلقاو جوابه في موقع بودور. المقدمة راها سالات وحلقتنا ها هي بدات. اليوم غادي نتكلموا على مقر الشركة. هذا المقر لازم يكون عندي متوفر باش يمكن لي نأسس الشركة محدودة المسؤولية، سواء نكون شاريه أو كاره أو على سبيل العطية. المهم تكون عندي شي وثيقة كتثبت بالأمر أنني كنتوفر على مقر. هذا المقر ديال الشركة خاصو يكون كيلبي الحاجيات ديال المقاولات. طبيعة الحال والمقاولة عندها خاصيات، ولكن اللي كيجمعها كلها هما الوقاية من وسائل الآفات، يعني معايير السلامة اللي خاصهم يكونوا عندي معبورين ومنزلين بشكل احترافي من طرف مختصين. وخاصني نتوفر كذلك على بلاكار صغير يكون بحال صيدلية فيه مجموعة ديال الأدوية اللي تقدر تمدني بالإسعافات الأولية. علائيين بزاف ما يتقال في هذا المجال، والمهم عندنا أننا نشجعوكم على خلق مشروعكم وبالمواكبة ديالو غادي نفيدوكم. في الحلقة الجاية غادي نتكلموا على السجل التجاري اللي كيتسمى ريجستر دو كوميرس. غادي نتكلموا على المراحل كاملة بشكل إداري باش نحصل على السجل التجاري. إذن قبل ما نختموا ندوزوا للخلاصة. مقر الشركة لازم يكون متوفر عندي، عاد ننطلق في المشروع ديالي، ولازم يكون خاضع لمعايير السلامة وفيه صيدلية صغيرة للإسعافات الأولية. وما تنساوش المسابقة باش تعرفوا على 5 الفائزين دروك. دخلوا دابا صفحتنا بالفيسبوك بلا ما تقلب ولا تدور، راه سميتها بودور. جاوبوا على سؤال الحلقة اليومية وغادي تربحوا 5 الجوائز هدية. وملي تجاوب في كومونتير غادي تحتاج دير جيم وبارطاج. ومن هنا الحلقة الجاية يا سادة، الله يلاقينا في ساعة الخير مع شادة. وما تنساوش أي سؤال في بالكم كيدور غادي تلقاو جوابه في موقع بودور. قدم لكم برنامج يفتح يرزاق من طرف مؤسسة التوفيق للقروض الصغرى بشراكة مع سيلاتك.